اهلا وسهلا بكل متابعي سبورت انسايدر. راح احكي بهاي الحلقة عن موضوع مهم جدا، موضوع يثير التساؤلات بالشارع الرياضي السوري حول مصير ومستقبل اللاعبين المحترفين السوريين، وتحديدا اللاعبين من امريكا الجنوبية. بالبداية بتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وزر الجرس للحصول على الاشعارات للحلقات القادمة، لانه سأتكلم في جزء من هاي الحلقة عن القضية، والجزء الاخر سيكون في الحلقة القادمة، بالاضافة الى عدة مواضيع مهمة جدا واسرار لم تقال على قناة، ستقال فقط على قناة سبورت انسايدر. راح احكي بالبداية عن موضوع مهم جدا، في سر من الاسرار غير مطروح بالعلن، غير مطروح في وسائل الاعلام، هو يعني كيف حصل الاتحاد السوري لكرة القدم على موافقة لاعبين وتحديدا من امريكا الجنوبية بتمثيل المنتخب السوري في البطولات التي لعب فيها المحترفين السوريين من امريكا الجنوبية. بالبداية يعني لازم نرجع شوي للوراء. باتحاد صلاح رمضان كان عبد الرحمن الخطيب هو المسؤول عن ملف المحترفين. عبد الرحمن الخطيب كان عنده علاقات جيدة مع اتحادات أخرى، مع مسؤولين في الرياضة في دول أخرى، حصل منهم على دعم مالي من إحدى الدول. قام بتحويل الدعم المالي هذا عبر رجل أعمال روسي من أصول سورية إلى اللاعبين مباشرة. المبالغ كانت ما بين 180 ألف و 250 ألف دولار تقريبا، ليقبل اللاعبين الثلاثة بابلو صباغ وإيمانويل عمور وأيضا خليل الياس باللاعب المنتخب السوري. الفيفا سمعت بالأمر ووجهت إنذار إلى الدولة التي قامت بتمويل هذا الملف، لأنه هذه الدولة كانت ستقدم لاستضافة بعض البطولات القادمة، وبالتالي لا تريد الفيفا أن تدخل في حسابات أخرى، في يعني عديد من إشارات استفهام حول شفافية استضافة هذا الملف، ولذلك قامت بتوجيه هذا الإنذار، وبعدها قطع التمويل بشكل كامل عن هذا الملف. لذلك توقف اللاعبين الثلاثة عن اللعب للمنتخب السوري. في الفترة الماضية جرى إقناع للاعب بابلو صباغ باللاعب المنتخب السوري مرة أخرى، لأنه أصبح قريب من سوريا، لأنه سيحترف أو سيلعب مع نادي عربي، وبالتالي هناك إمكانية لقدومه بدون أموال إضافية، وهو استفاد من هذه الجنسية في اللعب في الدوري الكوري الجنوبي كلاعب من الحصة الآسيوية، وأيضا يعلم بأنه سيستفاد من هذه الجنسية باللعب ل أيضا أندية عربية تستفاد من بابلو صباغ في الحصة الآسيوية، التي تقول بأنه بإمكان الأندية إضافة لاعب محترف إضافي عن اللاعبين من خارج القارة الآسيوية إذا كان اللاعب يحمل جنسية آسيوية. طبعا هذا أيضا استفاد منه خليل الياس، لكن خليل الياس قرر في النهاية عدم تمثيل المنتخب السوري إلا بدفع مقابل مالي كما كان يحصل عليه في السابق. وبالتالي اللاعبين الثلاثة فقط بابلو صباغ سيمثل المنتخب السوري في الفترة القادمة حتى هاي اللحظة، رغم أنه هناك محاولات بسيطة جدا لإقناعه من شخصيات خارج الاتحاد السوري لكرة القدم، ليس في الاتحاد السوري لكرة القدم. حتى اللحظة لم يفتح ملف اللاعبين المحترفين بشكل جدي في الاتحاد السوري لكرة القدم، وبالتالي لن يشارك اللاعبين في الفترة القادمة في البطولات القادمة مع المنتخب السوري. كل ما يقال، كل ما يشاع على أنه هناك لاعبين محترفين جدا سيمثلون المنتخب السوري من قارة أمريكا الجنوبية هي عبارة عن أحاديث إشاعات غير صحيحة. هناك ربما يعني كما وصلنا عبر سبورت انسايدر محاولات للحصول على خدمات لاعبين ليسوا على مستوى عالي بكل تأكيد، ليسوا في الدرجة الممتازة من الأندية الأوروبية، يعني لاعبين سوريين سواء كانوا من أصول سورية مهاجرين منذ زمن بعيد، أو سواء من اللاعبين الذين هاجروا منذ زمن قريب وشاركوا مع أندية في الدرجة الثانية والثالثة. لكن هذا سيصب في مصلحة اللاعبين أكثر ما سيصب في مصلحة المنتخب بكل تأكيد. يعني نحن نعلم بأنه مستوى هؤلاء اللاعبين سيكون بكل تأكيد أفضل من مستوى اللاعبين المحليين بسبب توفر الظروف، لكن بكل تأكيد يحتاج هذا الملف إلى الكثير من العمل. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول أيضا بعض الأخبار الحصرية، بعض الأسرار حول ملف المحترفين، وحول أيضا مستقبل مدرب المنتخب السوري. أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس لمتابعة الحلقة القادمة. إلى اللقاء.